حاجه تخص هناك تخص كذا بداو فيهم عندها خمسه ولاد عندها الكبده فوالا عندها العمليه ما نجحتش عندها واحد كذا كعطيتي انت الواحده اللي شركتها في المرسى 20 يوم غيرك في المرسى باش الذاكره تاعها ترجع شويه الدواء تاعك كيس الدواء في الشارع ما بينعملش يجيبك ساعه لاباس يعطيك كده بغير عمار وهيش رايته واش قدام الركله الثانيه تطور في المصر عندي شويه برا كلمتش حد حتى واحد ما كيفاش حبه لا باش نقول لك قال باش نحمل الروح تاع التنقل نتاع اللي كرني باش نعطيه الروح هذاك انا عندي تو عام ونص كذا تاخذ بها شرطه لا المرسى لازم يدير المرسى كاو كلمكش حد لا كلمش حد وما دام هذيك عندك ما كلمك حد لا والله زين قال هناك عليها الجلسه بالعيال وبعد كده سي باسي باش تعدى بها الوالده نتاع الشهيد وتعدى بها داو بها تو بقات عندي مشكله في الدواء في الدواء مشكله غاليه عندنا 3 مرات اعطينا رقم تليفونك نوضوا صباح دكتور غطاسي يتولى به في موضوع الدواء 400 دينار في الشهر. والد الشهيد محمد توجين. والد الشهيد محمد توجين. رقم 27 979 بدون على قيد الحياه. 979 466 محمد نجم الغرسلي وزير الداخليه اليوم زياره فجائيه الى ولايه باج. نجم نقولوا هذه سلسله من الزيارات الميدانيه اللي تقوم بها للوقوف على جاهزيه الوحدات الامنيه بمختلف تشكيلاتها. كيفاش لقيت الوضع في اطار هذه الزياره نتاعك؟ شحال كيفاش لقيت الوضع نتاع الوحدات الامنيه في ولايه باج؟ اول سبب الزياره لي هو ساعه شكر رجالنا الامن الوطني وحرس وطني حمايه وكل الاسلاك المنتميه لوزاره الداخليه عملوا مجهود جبار ويبذلوا فيه ومازالوا باش يبذلوا، وخاصة الخطة الاستثنائية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية اللي أقر بها التوانسة الكل، وأمر ما كان سهل. تكليف 60,000 عون في الميدان يكونوا متواجدين لتأمين الاحتفالات حاجة مهمة ونعتزوا بها. في نفس الوقت وبتوجيه لسيد رئيس الحكومة تواجدي اليوم يجي في تحت سلسلة من الزيارات للوقوف عند النقائص خاصة لدى مراكز الأمن العمومي شرطة وحرس وفرق الاختصاص، لأن برنامج الحكومة وواضح في دعم الفرق الحدودية ومراكز الأمن العمومي حرس وشرطة وفرق الاختصاص باش نتمكنوا من استرجاع هيبة المركز ومكانته، هيبة الفرقة ومكانتها، والمركز الحدودي ندعموه بالإمكانيات وخاصة وسائل العمل، لأنه لاحظنا أنه نقص كبير حقيقة. عباد تخدم في ظروف تعبة وبدون وسائل نقل هذا ما يسهلش العمل. فالخطة الاستثنائية اللي اعتمدتها الحكومة في محاربة الإرهاب تقوم بالأساس على استرجاع منظومة المراكز ومنظومة المراكز الحدودية ومنظومة الفرق ذات الاختصاص لتعزيز قدراتها في الأداء الأمني، وهذا بحول الله بشيء يؤدي كان إلى تحسن العمل الأمني وتحسن أداء رجل الأمن. وفي نفس الوقت زاد فرصة باش ننوه بالتعاون مع السادة المواطنين وادعوهم لمزيد التعاون خاصة بمناسبة تنفيذ حملة مرورية الأسبوع المروري لتأمين عودة العائلات والناس اللي كانت في عطل في مقر عملها في أحسن الظروف، لأن خطتنا المرورية القادمة تقوم على تقليص أقصى ما يمكن من الحوادث وخاصة الحوادث القاتلة، لأن الحقيقة العدد مازال مرتفع. نجحنا في أن 2015 كان موان 814 في عدد القتلى، ولكن ما زلنا بعاد عن المعدل المأمول، ولازمنا ننجحوا مع بعضنا. فرصة باش ندعو كذلك المواطنين للتعاون مع أبناء المؤسسة الأمنية، راهو احنا مقرين أن نخدموا في معادلة صعبة. فرصة كذلك باش نوجه تحياتي لأبنائي ونصائح في خصوص أنه نخدموا نوفروا الأمن للتوانسة ونعاونوا الشعب التونسي على حمايته وحماية ممتلكاته ومكاسبه، وفي نفس الوقت نكونوا حريصين على احترام الحقوق والحريات وكرامة الناس في كل أشكال التعامل مع الجاهزين الأمنية ذولي حتى المخاوف من العمليات الإرهابية مازال في الفترة هذه يقتضي توقي كبير وتوقي كيف العادة كيف ما شفنا ليله راس العام يظل ما زلناش يحصل نوع من الارتخاء سيد هو احنا الارهاب ما زلناش تخلصنا من تونس، ما زالت تعيش تحت طائله التهديدات الارهابيه خاصه في ظل تواصل تعقد الوضع في ليبيا. نسق العمل الامني قاعد يرتفع بشكل ممتاز جدا وتحسن، ولكن هذا ما يعنيش انه ما زلنا مطالبين باليقظه والجاهزيه والانتباه والاستعداد لكل المخاطر لا قدر الله، خاصه في ظل استمرار المخاطر. وهذه خلينا ان ندعو مواطنينا
باش يتعاونوا معنا ومزيد التعاون معنا من اجل مصلحه تونس. احنا في نهايه المطاف كلنا امن ومواطن من اجل حمايه بلادنا في مواجهه الخونه والمرتزقه والارهابيين والمجرمين اللي يحبوا يضروا التوانسه، ولكن بحول الله يمكن ان مهما تكون التضحيات ما همش باش يقتلوا رسولهم وما همش باش يقتلوا ولن يكون لهم قدره على صناعه مستقبل. شكرا لك سيد الوزير. بارك الله فيك. سيد وزير الداخليه الامن في باجي يعطيهم الصحه. نعم. وتحيه للامن الكل في باجي. في ظرف 5 ساعات نهار الجمعه صارت سرقه في الهواري، وتحيه للامن. سيد الوزير تحيه للامن في باجي الكل. في الامن في باجي بصفه خاصه وفي تونس بصفه عامه، الا ان سيد وزير الداخليه تنقصهم الموارد خاصه من السيارات والوسائل. ان شاء الله سيد الوزير. السلام عليكم. سعيد. سمحت.